السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتارة تعملي ايه اول يوم العيد؟ ما يحلاش العيد الا بصينية السمك. صينية سمك تحفة في منتهى الجمال. اعمليها بقى بالطريقة اللي بقولك عليها. هتفضلي تعملي السمك بالطريقة دي لانها طعمها حكاية حقيقي جميلة جدا. ده سمك بلطي بيتغسل كويس، وتبدأي تعملي له فتحات كده من فوق كده، تشريخات كده بالسكينة من الناحية دي ومن الناحية التانية عشان يشرب التوابل ويبقى حلو قوي. شايفة كده اديته 3 تشريخات كده من كل ناحية. وبتحضري كام حباية بطاطس وشوية طماطم قوطة، وبتحضري بصلتين على حسب برضو الكمية اللي انت محتاجاها، وبتحضري ليمونة، وبتحضري كزبرة خضرة كام عود كده وكام عود كرفس. وبتحضري طبعا توم، محلاش السمكة الا بالتوم، وكزبرة ناشفة وكمون، وده قرنين فلفل حامين وفلفل رومي. حضرنا الحاجات دي خلاص، وده التوم والكزبرة الناشفة والملح والكمون. وعملنا السمك وشرخناه. نبدأ بقى نجيب الهون. انا حقيقي ما بحبش التوم الا مدقوق في الهون. نبدأ بقى نحط التوم ونحط الملح ونحط الكمون والكزبرة الناشفة، ندقهم، وبعد كده نديهم يعني الليمون، نعصر عليهم عصرة الليمون، ليمونة كده نعصرها عليهم على حسب برضو كمية السمك اللي انت هتعمليها. انا حطيت ليمونة. نبدأ بقى ندق التوم وبعد كده احط الليمون، احط لهم قرنين الفلفل وعودين كزبرة خضرة وعودين كرفس. بعد ما ادق شوية كده ببدأ احط له بقى الخضرة دي اهي، اقطعها عليه وادقهم بقى ايه كويس اوي، انعمهم. وتحطي عليهم الملح وتبدأي بقى تتبلي بقى السمك. ودي ليمونة اهي. حبيتي تكتري الليمون عن كده براحتك، انا بحب مقدار الليمون كده، يعني ليمونة على السمك. وابدأ بقى اتبل السمكة حلو من جوه ومن بره. شايفة الفتحات دي؟ بحط جواها التتبيلة. حقيقي احلى صينية سمك تاكليها. ولو جربتي الطريقة بتاعتي دي مش هتبطلي تعملي الا السمك الا بالطريقة دي. احلى من البولتي لما تشويه، واحلى ما تحمريه. حقيقي لما تعمليها هتلاقي نفسك الولاد نسفوا الصينية من جمالها. حقيقي خطيرة خطيرة. تعملي طبعا جنبها رز تبقى حلوة قوي. نبدأ بقى نجيب البطاطس. انا جبت حبيتين بطاطس كبار كده حلوين. حبيتي انت تكتري البطاطس براحتك، بس البطاطس دي بنقطعها شرايح رقيقه، يعني ما تخليهاش تخينه، شرايح رقيقه قوي عشان تستوي. شايفه السمك اللي انت شايفاه ده اتخن من الشيبسي بشويه، تبقى رقيقه بالطريقه دي. هنقطعها بقى كلها شرايح زي ما انت شايفه كده. هنحط البطاطس دي في الارضيه. بس حقيقي البطاطس بتبقى احلى كمان من السمك. هتقولي لا ايه ده بطاطس مع سمك؟ لا لا لا، ده السمك زفر. لا انسي، البطاطس تحفة. ولا تقولي لي بقى فراخ ولا لحمة، البطاطس مع السمك رهيبة بالطريقة دي. يمكن ممكن تسيبي السمك وتاكلي البطاطس من جمالها، تحفة حقيقي. بنقطع بقى القوطة شرايح كده، والبصل نفس الطريقة. انا حطيت بصلايه بس كبيره شويه، ودي الكزبره الخضراء وعودين الكرفس. حطيت جزء منهم في دق التوم، والباقي بقطعه بقى شرايح عليها كده، يعني قطعه قطع كده. الكزبره مع الكرفس واحط عليهم. اقلب بقى الخليط ببعضه كده، واروح حاطه لهم نقطتين زيت. ما تكتريش الزيت، يعني حاجه بسيطه قوي، لان السمك بينزل الدسم عليهم.
واروح مقلباهم في بعض كده. التوم بقى، عارفه التوم اللي اتبقى من السمك، توم كده بالتتبيله اروح حطاه. ما بكترش طبعا الملح كتير قوي في البطاطس، لان السمك بينزل لي الملح بتاعه عليها. بحط كميه بسيطه كده التتبيله اللي اتبقت، واروح مقلبها بيها بالثوم بالخضره اللي كانت فيها. اروح مديها بقى تقليبها كده مع التوابل، تشرب التوابل بتاعتها اللي كانت في الثوم، الكزبره والكمون والحاجات دي. واجيب بقى قرنين رومي وحطهم. طبعا كان في فلفل في التتبيله، حبيتي تحطي فلفل حامي تاني حطي براحتك يعني، بس انا اكتفيت بالفلفل اللي محطوط في التتبيله. ابدا بقى ارص السمك على الوش. بتجيبي بقى قالب يكفي السمك اللي انت هتحطيه. ده كان سمك كبير حلو كده، بولتي كبير، حطيت 4 سمكات كبار كده حلوين. بعد كده شلت شويه قوطه بالخضره بتاعتها بالبصل، احطها على وش السمك. شوفي انا حط عليها شويه زيت اهي عشان احطها بقى على وش السمك. دول كنت حجزتهم وانا بقطعهم، تروحي حاجزه شويه كده وحطهم على الوش، وتولعي بقى الفرن وتحطيهم في الرف الوسطاني. وما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير والتعليقات. احلى يا ستي صينيه سمك، وتعملي جنبيها كده بقى شويه رز بالبصل. تحطي بصلايه كده وتلوني البصلايه تغمق معاكي، وتعملي عليها شويه رز، تحطي عليه الرز البصلايه بعد ما تلون، وبعد كده تسقيها بقى بالميه وحته زبده. ما اقولكيش بقى، تحفه تحفه تحفه. وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. شوفي بعد ما استوت جميله قوي ازاي.